واش ممكن لاعب وحيد يجر الفريق كامل نحو معجزة؟ واش ممكن مهاجم وحيد قاتل ضد دوري كامل وضد ميسي ورونالدو في الأخير يكون قريب يربح أقوى دوري في العالم؟ الجواب كان موسم واحد، موسم لويس سواريز 2013 2014 مع ليفربول. الدوري الإنجليزي الممتاز ماشي غير بطولة، هذه حرب كروية، كل جولة معركة، كل نقطة غالية، أي غلطة كتغلطها غالي باش تربحوا. خاصك فريق كامل نجوم، وليفربول في ذلك الموسم كان عنده نجم وحيد كيضوي بحال الشمس، لويس سواريز. وحش خارج من الإيقاف. سواريز ما بداش الموسم بحال الناس، كان موقف 10 مباريات كاملة. أي لاعب آخر كان يقدر يطيح المستوى ديالو، ولكن سواريز رجع وهو شاعل. أول ماتش رجع فيه 2 أهداف ضد ساندرلاند، من بعد هدف خيالي ضد كريستال بالاس، ومن بعد ضرب هاتريك. ما غيوقفش هنا وغيضرب سوبر هاتريك في المباراة القادمة ضد نورwich سيتي. أهداف من نصف الملعب، تسديدات تاريخية، مراوغات كتدوخ المدافعين. وقت قياسي قدر يتصدر هداف الدوري ولعب مباريات أقل من الجميع. موسم الأرقام المستحيلة، 31 هدف، نعودها 31 هدف ولا واحد منهم من ضربة جزاء، 31 هدف كاملين من لعب مفتوح. هادشي ما دارو حتى مهاجم آخر في التاريخ ديال الدوري الإنجليزي الممتاز. وزيد عليها 12 أسيست، يعني ساهم في 43 هدف وحده. ليفربول سجل 101 هدف ذلك الموسم، وسواريز كان داخل مباشرة 42% من أهداف الفريق. هذا ماشي مهاجم، هذا وحش وحده. تحدى ميسي ورونالدو. سواريز ما كانش غير ملعب في الدوري الانجليزي الممتاز، سواريز دخل في صراع مباشر مع ميسي ورونالدو في العز ديالها. في الاخير ربح الحذاء الذهبي الاوروبي قدام هام، كسر الهيمنه ديال هام ودار داكشي اللي كان كيبان مستحيل في عالم كره القدم في ذلك الوقت. وزيد عليها هداف الدوري الانجليزي الممتاز، افضل لاعب في الدوري، افضل لاعب من الرابطه المحترفين، موسم فردي خرافي بكل المقاييس. حلم ليفربول. مع كل هدف ديال سواريز ليفربول كان كيقرب اكثر من اللقاء. سلسله ديال الانتصارات، هجوم مرعب، دفاعات كترتعش غير من اسمه. وجات اللحظه الكبيره، مواجهه مانشستر سيتي، ماتش ناري، وليفربول ربح وطلع للصداره. ملعب الانفيلد كيغني، الجمهور كيحلم، اللقب ولا قريب. رجع بعد اكثر من 20 عام. سواريز ما كانش غير لاعب، كان امل مدينه كامله. ولكن كرة القدم قاسية. قدام تشيلسي بالضبط قبل نهاية الشوط الأول بثواني، خطأ العالمي ديال ستيفان جيرارد، كرة قطعات وهدف لصالح تشيلسي. صدمة وصمت في الملعب. الحلم بدا كيضيع، ومن بعدها تعادل كارثي ضد كريستال بالاس بعدما تقدم الفريق بثلاثية نظيفة، والسيتي استغل الفرصة خطف الصدارة. في الأخير ليفربول 84 نقطة والسيتي 86 نقطة، 2 نقاط فقط حرموا سواريز من أعظم نهاية ممكنة. موسم بلا لقب، ولكن الأسطورة سواريز دار كل شيء، قاتل، سجل، أبدع وأمتع وأقنع، تفوق حتى على ميسي ورونالدو. ولكن الكرة لعبة جماعية، وتفاصيل صغيرة تقدر تضيع لك حلم كان كبير. رغم أن اللقب ضاع، موسم لويس سواريز 2013 2014 بقي محفور في التاريخ كموسم لاعب وحيد كان قريب يكسب معجزة كروية ويخلي العالم كامل كيقول هذا موسم ما كانش عادي، هذا الموسم كان باسم لويس سواريز.